انتهت خلاص ومحمد علي بن رمضان بقى اهلاوي. ناديه المجري والمدير الرياضي اعلنوا رسميا ان محمد علي بن رمضان انتقل للاهلي. ايه اهميه الصفقه دي للاهلي؟ الحقيقه الصفقه دي مهمه جدا للاهلي، وانا شايفها تعتبر الصفقه الاهم خلال مثلا اخر 8 9 سنين. مركز محمد علي في الاهلي، محمد علي بن رمضان موجود. مين اللاعب اللي بيأدي الدور ده؟ امام عاشور. طيب هل امام عاشور هيقدر يشيل الفريق لوحده في الكوره او في الوقت الحالي؟ الفريق الكبير محتاج 2 لعيبه بنفس المركز ده اللي هو يعتبر مركز 8 في الوقت الحالي، عشان يقدروا ان هم ينفذوا التعليمات كامله وعشان هم يقدروا يشيلوا الفرقه. مش يشيلوا الفرقه يبقى هم الاثنين بس بيلعبوا، لا، 2 لعيبه بنفس الخواص دي بتاعت مركز 8 بنفس الخواص بتاعت امام عاشور ومحمد علي بن رمضان. 2 شويطه، 2 بيقدروا يحركوا الكوره، 2 بيتحكموا في رتم الكوره، 2 حريفه مهاريين. خليني بالاخص اتكلم عن محمد علي بن رمضان. هو الصفقة اللي أنا كنت بصراحة مستنيها بقالي تقريبا 3 سنين أو سنتين، من ساعة ما هو كان خارج من الترجي ورايح على أوروبا ومن قبل كده كمان. فأنا كنت مستني اللاعب ده يجي الأهلي، عايز أشوف لاعب بالمواصفات دي موجود في الأهلي. طبعا الكلام ده قبل ما ناخد إمام عاشور، قبل ما إمام عاشور يطلع الدنمارك ويجي. في فترة من الفترات قفشة مش دايما بيبقى اللاعب اللي هو بيدافع كتير. هو قفشة لما بيريح بيلعب ماتش وبعد كده يريح ماتش او يلعب ماتشين ويريح ماتش، بيبقى عنده البدني اللي هو يقدر يعمل ده. مش بيعمله كتير ولكن هو بيبقى قادر يعمله. بس قفشه في النهايه هو لاعب 10 بيحرك الكوره وممكن يتحكم في رتم الكوره، بس عقليته مش اللاعب اللي يخليك يمشي الملعب كله بالكامل. او هو لاعب 10 صرف، اللاعب البلاي ميكر من الاخر، اللاعب بتاع صناعه اللعب، مش اللاعب اللي بيرجع يدافع كتير ويعرف يعمل تاكل. مش هو ده اللاعب يعني اللي هو احنا مستنيينه. فقفشه اكيد لاعب كويس، قفشه ليه حاجات كتير مع الاهلي، ليه لقطات كتير، فانا مش بقلل منه، بس ولكن انا عايز اتكلم عن محمد علي بن رمضان. عايز اقول ايه الفرق. محمد علي بن رمضان تقريبا 24 سنه او 25 سنه. اللاعب ده انا مستني اشوفه زي ما قلت مع امام عاشور، ده الايقونه الناقصه او ده لعبه الشطرنج الناقصه في التشكيله بتاعه الاهلي. ايا كان مين المدرب اللي جاي، المدرب اللي هيعرف يوظفه. فكره وجود الاثنين مع بعض، امام وبن رمضان، الجراب الكتير بين قفشه وامام عاشور كان بيبقى في مشكله، الملعب كان بيبقى مش مظبوط شويه. ولكن زي ما قلت، بن رمضان هو الصفقه اللي كانت ناقصه الاهلي. الاهلي عنده مشاكل دفاعيه، مش ده اللي عايز اتكلم، او ده مش ده اللي انا جاي اتكلم عليه في الفيديو ده. انا جاي اتكلم عن محمد علي بن رمضان. محمد علي بن رمضان لاعب شويط، سواء يعني من بره ال 18 او حتى اللعبه الار طول بتاعت تريزيجيه، ولكن طبعا تريزيجيه جناح فده بعيد عنه شويه. محمد علي بن رمضان لاعب بيحب يبقى موجود كتير جوه ال 18. هو لاعب بيحب يرجع كتير، لاعب البدني بتاعه كويس، فهو يقدر تلاقيه دايما في الملعب. فكره وجوده هو وامام مع بعض في الملعب، المفروض اللي انا منتظره، لا الاهلي المفروض طريقه لعبه مش طريقه اللعب، اقصد الطريقه في الملعب نفسه تتغير. عندك 2 لعيبه فاهمين كوره، يعرفوا يلعبوا كوره او يعرفوا يغيروا الملعب، يعرفوا يلعبوا في المساحات الفاضيه ما بين الفرق. حتى الفرق الرخمه، لو افترضنا ان انت بتلاعب فريق رخم، فريق بيدافع، فعندك الاثنين مهاريين يعرفوا يعدوا. ومش هما الاثنين بس، عندك الفتره الجايه في تريزيجيه، بن شرقي لو رجع تاني بعيدا عن اخر ماتش، بن شرقي ما كانش كويس. في مين، جراديشار وسام ابو علي، في لعيبه. يعني عندك فرقه قدام، لا انت معاك فرقه كامله عايز حد يوظفها. محمد علي بن رمضان غير التسديد، غير ان هو لاعب يقدر يعدي لاعب للاعب، مهاري. هو بس مشكله بالنسبه لي ان هو عنده نفس القصه بتاعت امام عاشور، ان هو بيفضل دايما ان هو اللي يعدي بالكوره. لان انا اكيد ما كنتش بتفرج على ماتشاته بره في المجر، ولكن مع الترجي هو كان لاعب جماعي وكل حاجه، كان لسه طالع صغير. دلوقتي هو 24 سنه، عدى تقريبا سنتين او 3 سنين. فلا انا محتاج اشوف لاعب زي محمد علي بن رمضان في الملعب في وجود امام عاشور. عايز اشوف الكوره، اللعيبه اللي تغير الملعب، اللعيبه اللي عندها عقليه ان احنا نتفرج على كوره نظيفه من الاخر. فمش عايز اتكلم كتير او امجد في محمد علي بن رمضان، ولكن الصفقه زي ما قلت، اللاعب ده لو كمل بنفس الطريقه اللي هو بيلعب بيها وبقى كويس مع الاهلي في الطريقه، والمدرب اللي يجي يعرف يوظفه في الطريقه بتاعته ولعبته، محمد علي بن رمضان هيكون نقله تاني لنص ملعب الاهلي. انا بحب مروان عطيه، ولكن مؤخرا مروان عطيه بينزل، اعتقد مفيش حد في الاهلي عنده المواصفات دي.
حمدي فتحي لاعب بيعرف يدافع، ولكن حمدي فتحي النقطه الهجوميه عنده ما كانتش افضل حاجه. بالمناسبه محمد علي بن رمضان بيقدر يخطف الكوره، لاعب بيحب بيدافع، يعني هو مركز 8، فهو بيقدر يدافع، بيقدر يخطف الكوره. هو مش اللاعب اللي بيتوقع الكوره زي ما كان مروان بيعمل، ولكن هو اللاعب اللي يعرف يخش معاك برخامه، يعرف ياخد الكوره كتف في كتف هناخد الكوره. التاكلينج بتاعه كويس جدا. تمريراته اغلبها بتبقى تمريرات صحيحه، يعني نسبته بتعدي تقريبا ل 85% في الماتشات، نسبه تمريرات صحيحه. فما فيش ميس باص كتير. في تمريرات اماميه، يعني مش بس هو بيسدد، او مش بس هو التمريرات بتاعته عاليه، لا في تمريرات اماميه بتوصلك للجون. فلا لاعب زي محمد علي بن رمضان هو صفقه ناجحه جدا جدا للاهلي. هو لاعب يستحق ان هو ياخد مكان مركز او من الخمسه الاجانب. فالحقيقه انا مستني اشوف محمد علي بن رمضان بطريقته دي هنروح معاه لفين في نص ملعب الاهلي، بس بشرط. الشرط الوحيد عشان خاطر نوصل لده، الاهلي محتاج مدرب يقدر يوظف كم من النجوم اللي عنده دي. انت بتتكلم في جراديشار، اسامه ابو علي، بن شرقي، تريزيجيه، زيزو وقت ما يتم يعني عنده، ولسه طالع محمد عبد الله غالبا هيلعب اصلا مع الاهلي في كاس العالم، وغالبا هياخد فتره مع الاهلي بعد نهايه افريقيا تحت 20 سنه. امام عاشور، في قفشه برضو اكيد دوره موجود. محمد علي بن رمضان. فانت عندك كم من نجوم محتاجه المدرب اللي يقدر يوظف اللعيبه دي ويعرف ازاي يتحكم فيها بطريقته. فبعد ما انت صرفت على صفقات زي دي، والميركاتو الحقيقه من يناير هو الموضوع انت اكتشف ضخم وميركاتو كبير، فانت محتاج مدرب يقدر يوظف الناس دي. ما تكسلش وما تستبخلش في مدرب كويس. فخلينا نشوف الاهلي هيعمل ايه بعد محمد علي بن رمضان وزيزو، والمدرب هيكون مين.